والله سبحانه وتعالى أمر عباده بالدعاء ووعدهم بالإجابة في آي كثيرة من كتابه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول جل وعلا: إن ربي لسميع الدعاء. ويقول سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. والله عز وجل الذي أمر العباد بالدعاء ورغبهم فيه وحثهم عليه غني عن العباد وعن دعائهم وعن عبادتهم، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فهو عز وجل لا ينفعه دعاء الداعين ولا سؤال السائلين ولا تضرع المتضرعين، لكن يحب جل وعلا من عباده أن يسألوه. وكلما عظمت عناية العبد بالدعاء عظم حظه ونصيبه من محبة الله له. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يسأل الله يغضب عليه، والله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. يحب سبحانه وتعالى السائلين الداعين، ووعدهم سبحانه وتعالى بأن يجيب دعاءهم وأن يعطيهم رجاءهم وأن يحقق سبحانه وتعالى سؤلهم. لكن دلت نصوص عديدة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدعاء الذي يوصف بأنه لا يرد له ضوابط جاء بيانها في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، يسميها العلماء شروط الدعاء وآدابه، وهي مهمة جدا. ينبغي للداعي مع دعائه أن يتحرى آداب الدعاء ليكون الدعاء مستجابا، وأن يحذر من موانع الإجابة من أجل أن لا يرد دعاءه. وهذه الآداب والشروط جاء تبيانها في مواضع من القرآن ومواضع من سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والكلام عليها يطول، لكنني وجدت للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى خلاصة بديعة جدا في أسطر قلائل، جمع فيها رحمه الله تعالى أهم ما ينبغي أن يعتني به الداعي في دعائه، ووصف من اعتنى بهذا الذي ذكره رحمه الله بأن دعاءه لا يرد. أسطر قليلة لكنها حوت خيرا عظيما وفوائد عظيمة جدا فيما ينبغي أن يعتني به الداعي في دعائه لله سبحانه وتعالى حتى لا يرد دعاؤه وحتى يكون الدعاء مستجابا. أقرأ كلام ابن القيم فقرة فقرة، وأعلق على كل فقرة منها بذكر شاهدها ودليلها، إما من كتاب الله عز وجل أو سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والنقل في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، قال رحمه الله: إذا جمع الدعاء ثم عدد أمورا أشير إليها واحدا واحدا. قال: إذا جمع الدعاء وعدد أمورا ثم قال في خاتمة كلامي: فإنه لا يكاد يرد. إذا جمع هذه الأمور: الأمر الأول حضور القلب، أي أن يدعو وقلبه حاضر، أن يدعو وقلبه حاضر. وحضور القلب هو إقباله
على الله عز وجل. لا يكون الدعاء مجرد حركة لسان، وإنما حركة لسان مع حضور قلب. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء قلب غافل له. لا يستجيب دعاء قلب غافل له. دعاء القلب الغافل اللاهي هو الذي لسانه يتحرك بالدعاء وقلبه بعيد كل البعد عن الدعاء، بعيد كل البعد عن الدعاء. ولهذا قد يدعو وينشغل وقت الدعاء بمثلا حركة يده وعبثها أو حركة بصره، لأن قلبه لم يجتمع له حضوره في دعائه لله سبحانه وتعالى. أحد السلف المتقدمين رأى رجلا يدعو الله وبيده حصى يلعب به، ويحرك الحصى يلعب به في يده ويدعو الله عز وجل، فقال له: ألق الحصى وأخلص لله الدعاء. إذا كنت تريد دعوة مستجابة ألق الحصى وأخلص لله الدعاء، يعني أقبل بقلبك على الله سبحانه وتعالى. فمن أهم ما يكون في الدعاء المستجاب أن يكون عن قلب حاضر. الأمر الثاني مما ذكره رحمه الله تعالى، يقول: وجمعيته بكليته على المطلوب. جمعيته أي القلب، بكليته على المطلوب. وهذا تأكيد المعنى الذي قبله، الذي هو حضور القلب، هذا شيء، واجتماع القلب في هذا الذي توجه إلى الله سبحانه وتعالى به من حاجة وسؤال. لأن القلب يتشتت في أودية، وتجده يذهب هنا وهناك ويسبح في أفكار وأمور إلى آخره، فيحتاج الداعي إلى أن يجمع هذا القلب على ما أقبل على الله سبحانه وتعالى فيه من حاجة أو مطلوب. قال: وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة. وصادف الدعاء وقتا من أوقات الإجابة الستة، ثم عدها رحمه الله تعالى واحدا واحدا. الأول الثلث الأخير من الليل، وهذا من أحرى أوقات إجابة الدعاء وأعظمها شأنا، لما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة في ثلث الليل الآخر، فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. وهذا يدل على أن هذا الوقت العظيم المبارك الثلث الأخير من الليل من أحرى أوقات الإجابة، ومن أعظم ما ينبغي أن يتحرى فيه العبد دعاء الله سبحانه وتعالى وسؤاله جل في علاه. قال: وعند الأذان. وعند الأذان، عند الأذان أي بعيد الأذان مباشرة، وهذا وقت عظيم في تحري الدعاء. وذكر بعده الموضع الثالث بين الأذان والإقامة، ذكرهما موضعين: بعد الأذان مباشرة وبين الأذان والإقامة، وكلاهما وقتان عظيمان لإجابة الدعاء. أما الذي بعد الأذان مباشرة فهذا دل عليه حديث عبد الله بن عمرو في سنن أبي داود أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، سبقونا بالفضل، حازوا فضيلة عظيمة، إن المؤذنين يفضلوننا. هذا من التنافس في الخير وحرصهم على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت المؤذن فقل مثل ما يقول، فإذا انتهيت سل تعطى. إذا انتهيت قل مثل ما يقول، إذا انتهيت سل تعطى. فلاحظ هذا الارتباط بسماع الأذان، وأن تقول مثل ما يقول المؤذن، ثم تأتي ما جاءت به السنة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سؤال الله الوسيلة له عليه الصلاة والسلام، ثم انفتح لك باب الدعاء.
انفتح لك باب الدعاء، وهو وقت عظيم حري بأن يجاب دعاؤك فيه. سمعت الأذان، هذه وسائل بين يدي دعائك. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، سألت الله له عليه الصلاة والسلام الوسيلة. بعد هذا لا تقف، ادعو الله وتحرى من الدعاء ما شئت، لأن الدعاء حينئذ مستجاب. الموطن الثالث بين الأذان والإقامة، جاء في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. ولهذا هذا الوقت الذي هو بين الأذان والإقامة وقت ينبغي أن يستكثر فيه من الدعاء، أن يستكثر فيه من الدعاء، وأن يجعل العبد لنفسه فيه نصيبا من دعاء الله سبحانه وتعالى وسؤاله جل في علاه. الرابع أدبار الصلوات المكتوبة، أي قبل السلام، وهذا أيضا وقت عجيب وفاضل وحري بأن يجاب دعاء الداعي فيه، لأنك وقفت متطهرا مستقبلا القبلة، وكبرت وعظمت الله وتلوت كلامه، وركعت وسجدت وخضعت وذللت وانكسرت بين يدي مولاك جل في علاه، ثم جلست جلسة التشهد، جلسة ذل بين يدي الله جل وعلا بعد هذه الأعمال العظيمة الجليلة، ثم دخلت على الله تحييه وتعظمه، التحيات لله والصلوات والطيبات، ثم جئت بالشهادتين، ثم صليت على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية، فأصبحت حينئذ في موطن حري أن يجاب فيه دعائك. ولهذا جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم سل ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، يعني دبر الصلاة قبل السلام، وهذا وقت ينبغي أن يتحرى فيه الداعي الدعاء. قال: وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة، وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم. هذان وقتان: عند صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة في يوم الجمعة، والساعة الأخيرة من يوم الجمعة. ذكر رحمه الله هذين الوقتين لأنه جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجمعة لساعة، إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يصلي يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. وجاء في بعض الأحاديث أن أشار بيده يقال وقتها، يعني وقتها قليل يسير، ساعة، يقول ساعة ويشير بيده إشارة إلى أن وقت قليل. هذا الوقت الذي في الجمعة لا يوافقه عبد مؤمن يصلي يدعو الله سبحانه وتعالى إلا أعطاه سؤله وحاجته، فوقت يتحرى فيه الدعاء. العلماء رحمهم الله لهم في هذه الساعة أقوال. أرجح الأقوال اللي قيلت في تحديد هذه الساعة قولان، وإليهما أشار هنا ابن القيم. القول الأول أنه من صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة، من صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة. وهذا ورد في حديث في صحيح مسلم يروى مرفوعا وموقوفا على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي ما بين أن يجلس الإمام أي على المنبر إلى أن تقضى الصلاة. وهو يروى مرفوعا وموقوفا، لكن الصحيح وقفه على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الساعة هي هذا الوقت، من صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة. الوقت الثاني الساعة الأخيرة من الجمعة، يعني ما بعد العصر إلى الغروب. وهذا أيضا جاء في حديث تتمة للحديث الأول في فضل هذه الساعة، قال عليه الصلاة والسلام: وهي بعد العصر.
وهي بعد العصر. ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد رجح الثاني أنها بعد العصر، لكنه هنا ذكر الوقتين، لأن هذا ورد فيه دليل وهذا ورد فيه دليل، والخلاف فيهما بين أهل العلم يعني معروف، منهم من يرجح هذا ومنهم من يرجح هذا، فذكر الوقتين: أن يتحرى العبد الدعاء إلى انقضاء الصلاة. هنا انتبه، يعني يحرص المؤمن على التأمين على دعاء الخطيب ويهتم بهذا، فحري بأن يجاب، وحري أن يكون هو وقت الإجابة، ويحرص على الدعاء، وهذا مهم جدا في الصلاة، صلاة الجمعة إذا سجد وقبل أن يسلم يتحرى الدعاء، لأن في الحديث قال إلى أن تقضى الصلاة، إلى أن تقضى الصلاة يعني إلى أن يسلم، فما قبل انقضاء الصلاة كله وقت. فانظر إلى هذا الوقت العظيم الذي يوم الجمعة، وقت السجود في الصلاة، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وقبل أن يسلم الإمام، فهذا حري بأن يكون دعاء مستجابا بإذن الله. والوقت الآخر بعد العصر يجعل المرء له نصيبا وحظا. كان بعض السلف، وهذا ينقل عنهم، أنه إذا صلى العصر من يوم الجمعة بقي في مصلاه إلى المغرب، بقي في مصلاه إلى المغرب، يتحرى أن ينال هذه الساعة ولا يخرج خارج المسجد فيشغل بأمور أو بأعمال أو بمصالح فتفوت عليه هذه الفرصة الثمينة التي يرجى فيها إجابة الدعاء.